يتحملق الأشخاص الذين سيتقاسمون هذا الطعام على الأرض حول الصينية، كل واحد فوطته على ركبته. فإن كانت الصينية بمستوى حافة الديوان منخفض كما هي العادة غالبا، يجلس بعضهم على هذا الديوان ويفترش بعضهم الآخر الأرض. فإن كثر عدد الآكلين توضع صينية وسط الغرفة ويجلس هؤلاء حولها، فيثبت واحدهم ركبته الأولى على الأرض وأما الأخرى اليمنى فيرفعها. ويمكن بهذه الطريقة أن يتجمع نحو 12 شخصا حول الصينية، ويرفع كل واحد ذراعه اليمنى فوق حتى المرفق، أو يعمد إلى ثاني طرف كمه الواسع، وقبل المباشرة بالطعام يردد الجميع البسملة بسم الله الرحمن الرحيم بصوت منخفض مسموع. ويبدأ رب المنزل بذكر البسملة، وهي في الوقت نفسه شكر لنعمة الله ودعوة موجهة لكائن من كان لتقاسم الطعام. فإذا ما وجهت البسملة لأحدهم أو قيل له تفضل، يجيب الشخص الذي وجهت إليه مثل هذه الدعوة، وإن لم يقبل الدعوة بمشاركة الطعام بعبارة هنيئا أو بأية عبارة مشابهة. وإلا يخاف المتجمعون حول الطعام من تسليط عينه الشريرة على الطعام، فتسمعهم يردون الطعام المحسود ما يسود. وتظهر الطريقة التي يلح بها المصري على الغريب لمشاطرته الطعام أن حسن الضيافة عنده تمليه عليه هذه البسملة. ورب المنزل أول من يبدأ الطعام، ثم يتبعه ضيوفه والباقون، وتغيب السكاكين والشوك عند تناول الطعام، ويستعيض عنها الآكل بإبهامه وإصبعين من يده اليمنى. وأما الملاعق فقد تستخدم لشرب الحساء أو أكل الأرز أو أي لون من ألوان الطعام التي يستصعب أكلها بيده، ولا يتردد قط في استعمال كلتا يديه في بعض الحالات. فعندما توضع أطباق عديدة فوق الصينية، يأخذ الآكل منها ما يحلو له تناوله، أو يأكل ما يشاء من كل طبق لما يفرغ من الطبق السابق. ولكن عندما لا تحمل هذه الصينية سوى طبق واحد، في كل مرة أثناء تناوله الطعام يأخذ الآكل منها بعض اللقمات قبل أن يرفع هذا الطبق مخليا مكانه لطبق آخر. فإذا اختار أحدهم لقمة من أحد الأطباق وقدمها لأحد أصدقائه الجالسين معه، فهذا من باب اللياقة والتهذيب، والطريقة التي يأكل بها المصريين أو غيرهم من أهل بلدان الشرق الأخرى مراعية للذوق والكياسة أكثر مما قد يتصوره الأوروبيون الذين لم يشاهدوهم وهم يأكلون عن كثب، أو أن هذه الطريقة لم تنقل إليهم في قالبها الصحيح. يقوم كل واحد من المجتمعين حول الطعام باقتطاع جزء صغير من الخبز، يغمسه في الطبق قبل أن يمضغه في فمه مع قطعة لحم صغيرة أو أي نوع من أنواع الطعام الموجود في الطبق. وقد تجعل قطعتان من الخبز فوق بعضهما البعض لالتقاط قطعة اللحم الكبير، فلا يستعين من أصابع يده اليسرى سوى بإبهامه وسبابته الوسطى. وإذا تناول أحدهم قطعة كبيرة من اللحم، يضعه عادة فوق قطعة خبزه، والطعام مرتب بشكل يسهل على الآكل تناوله كما الطريقة التي سبق وذكرتها. ويتألف هذا الطعام بمعظمه من اليخنة والبصل المفروم أو من البامية مع الخضار، أو من القارونة مع شرائح البصل، أو من ورق المحشي مع طبق القرص، واللحم المفروم المتبل بالملح والفلفل والبصل وأحيانا بالثوم والبقدونس، إضافة إلى الكباب المشوي على الفحم. والخضار سيدة المائدة كالكرنب الملفوف والسبانخ والرجلة نبات عشبي، وكذلك الحمص والعدس. ومن الأطباق المصرية الشعبية السمك المعد بالزيت. تطهى اللحوم عامة بالزبدة الخفيفة بسبب قلة نسبة الدهون فيها، وتكون غنية جدا في حريراتها، ويكون هذا الزبد سائلا تماما في الموسم الحار. ويلجأ المصري إلى يديه الاثنتين عند أكله لحم الطيور في محاولة منه لفصل أجزائه، أو قد يقطع شخصان هذا الطير كل واحد بيده اليمنى، وقد لا يحتاج البعض لأدنى مساعدة، فيقوم وحده بهذه العملية بمهارة كبيرة، فلا يستعين إلا بيد واحدة. ولا يسمح العرب عامة لأنفسهم أن يمسكوا الطعام باليد اليسرى مهما كانت الظروف، إلا في حالة كانت اليمنى مشوهة أو مبتورة. ومن الأطباق المصرية المعروفة أيضا الطير المحشي المسحب بالعنب والفستق مع الخبز المفتت والمقدونس.
وقد يجعل الخروف محشيا كاملا بالفستق، ولا يصعب مع ذلك انتزاع لحمه بيد واحدة. وتمزج السكريات أحيانا مع اللحم المطبوخ كالعناب مثلا والدراك والمشمش. وقد يمزج السكر مع اليخنة. وتقدم أحيانا أنواع عديدة من الحلويات لا دخل لها بأنواع اللحوم، منها الكنافة، وهي من أطباق الحلويات المفضلة عند المصريين، وهي تصنع من دقيق القمح وفتائل العجين الدقيقة، وتقلى بقليل من الزبد المخفف، ثم تحلى بالسكر أو العسل. والبطيخ ملك الفاكهة إن كان في موسمه، ويقطع قبل ربع ساعة من الطعام ويترك حتى يبرد في الهواء الطلق إلى أن يجف عصيره. وتبقى العيون تراقب البطيخ وهو خارج الدار مخافة أن يقربه ثعبان فينفث سمه فيه، إذ يقال أن هذا النوع من الزواحف مغرم بالبطيخ الأحمر، ويشم رائحته عن مسافة بعيدة. ويكثر البطيخ الأحمر في مصر، وهو لذيذ الطعم نافع للصحة. وآخر طبق يشبع منه النص الجوع هو طبق الأرز المسلوق المعروف بالأرز المفلفل، واسمه بيلاف عند الأتراك. وقد يلي هذا الطبق في بيوت الأغنياء فنجان الخشاف، وهو شراب حلو المذاق يحضر من الماء والعنب المغلي ويحلى بالسكر، فلما يبرد قليلا يرش فيه شيء من ماء الورد، ويحل البطيخ الأحمر محل هذا الشراب. والمصريون معتدل الوتيرة في تناولهم طعامهم، حتى وإن أنهوه بسرعة، فلما يفرغ الواحد منهم من الأكل يشكر ربه ويحمده على نعمته، وينهض دون أن ينتظر الآخرين، فيقرب له الخادم الطشت والإبريق ليغسل يديه وفمه بالماء والصابون. وماء النيل الشراب الوحيد الذي يرتوي به الآكلون. وقد تزين كؤوس الشربات موائد الأغنياء. والعربي لا يشرب الماء تقريبا وهو يتناول طعامه، بل ينتظر حتى ينتهي فيروي ظماه بجرعة كبيرة تبل عروقه. ومياه النيل حلوة لذيذة بعكس مياه الآبار الموجودة في القاهرة، والتي تتميز بملوحتها النسبية. ويشرب الماء عادة بواسطة الآنية الفخارية أو بالفنجان النحاسي. وقنان الماء نوعان: الدورق جمع دوارق، وهو إبريق كبير له عروتان ولا بلبلة له، والقلة وهي كوز صغير واسع البلبلة، وهما مصنوعان من الفخار الذي تنفذ إليه السوائل والضارب إلى اللون الرمادي، فيبرد الماء بالتبخر ويصبح الماء لذيذ الطعم. وتوضع هذه القناني في الهواء الطلق عادة، ويعطر بعد ذلك بدخان الكفل أو الخشب والمصطقى. وتستخدم لهذا الغرض المبخرة التي تحتوي على الفحم المشتعل الضروري لإشعاع الخشب والمصطقى. وتوضع قنينة الماء بشكل معكوس فوق المبخرة. وكذلك يلف عنق الطورق بخرقة تبعد نحو الإنش عن البلبلة، فتمنع تسرب الدخان الأسود إلى داخل القنينة. ويرش العديد من المصريين ماء الزهر في هذه القناني، مما يضفي نكهة لذيذة على الماء. وللقناني سدادات من الفضة والنحاس والقصدير والخشب أو من أوراق النخل، وهي توضع عامة فوق صينية من النحاس، فما يفيض من القناني يفضل الصينية. وتستخدم منازل عديدة القناني الخزفية بدلا من تلك التي وصفناها آنفا، مما يجعل الماء باردا جدا. وبعض أقداح الشرب منقوش عليها بآيات قرآنية أو بأسماء أصحاب الكهف. يردد المرء قبل الشرب وبعده الدعاء نفسه كما قبل الأكل وبعده، وما ينفك يردده كلما شرب أو تناول طعامه. فمن كان حاضرا من أصدقائه يقول له هنيئا، فيأتيه جواب الشارب الله يهنيك. وتطالعنا ألف ليلة وليلة بقصة رفع طاولة اللحوم وإنزاء طاولة النبيذ. ولكن موائد عامة المسلمين المصريين لا تسخر بالمدام الممنوع، لا وقت الطعام ولا بعده ولا في أوقات أخرى. ومع ذلك يتجالس الكثيرون منهم ويتندمون ومعارفهم على الشراب. ويعرف خدم مواقع حلقات أصدقائه المتنادمين في حال زواره وهو يحتسي المدام، فإذا حضر صديق لا يمت إلى حلقة الشاربين بصلة يسارع الخدم متذرعين بوجود صاحب الظرف الحريم أو أنه خارج منزله.
ويقوم بعضهم بشرب الخمر قبل العشاء أو بعده أو خلاله، بينما يفضل بعضهم الآخر التلذذ بطعمه قبل العشاء، لأنه على حد قولهم يفتح شهيتهم. ولقد حدثني صديق لي تابع عن شرب الخمر عن كيفية إعداد طاولة النبيذ، ولا أستطيع التحدث عن هذا الموضوع عن سابق تجربة، فأنا لا أقرب الخمر، ولذا لم يدعني أحد للمشاركة في حفل سمر لشرب الخمر مع أحد المسلمين. تجعل صينية مطلية باللوك ضرب من الورنيش أو طبق زجاجي كبير فوق الكرسي الذي وصفته في مقطع سابق، ويوضع فوق الصينية إبريقان مزخرفان مصقولان، أحدهما يحتوي على النبيذ وأما الثاني فعلى شراب يعرف روسجيليو، إضافة إلى قنينتين أو أكثر احتياطيا، وتوزع الأقداح الصغيرة فوق الصينية للشرب، كما يزينها طبقان زجاجيان من الفاكهة المجففة والطازجة والمخللات أحيانا. وقد أضيفت مؤخرا إلى صينية التمادم شمعتان مزدانتان بباقة ورد ومثبتتان في شمعدان فوقهما. تتلون أصناف الشربات المشروبات السكرية على موائد المصريين، وأشهرها 5 أنواع هي شربات الماء والسكر المكثف، ثم شربات الليمونادة، عصير الليمون الحامض، وكذلك شربات البنفسج المحضر من البنفسج المغلي بالسكر بعد سحق أعواد البنفسج وهو أخضر اللون، إضافة إلى شربات التوت وشربات الحماض. يباع في شوارع القاهرة نوع آخر من الشربات محضر من العنب، شربات العنب، وآخر عبارة عن نقيع عرق السوس ويعرف باسمه، وثالث يحضر من ثمرة شجرة الخرنوب. تسكب الشربات في أقداح زجاجية ملونة تعرف بالقلل، مفردها قلة، يزين بعضها الأزهار المطلية بالذهب، وتوضع أقداح الشربات فوق صينية مستديرة تغطى بقطعة من الحرير المطرز أو بقماش ذهبي، وتتدلى من ذراع ساقي الشربات اليمنى فوطة عريضة مستطيلة مطرزة حافتها بخيوط ذهبية وحريرية ملونة، تستعمل لمسح الشفاه بعد تناول الشربات، ولكنها في الواقع للمنظر ونادرا ما تلمسها الشفاه. يمضي المصري الفترة ما بين العشاء وصلاته مدخنا ببته ومحتسيا فنجان قهوته، فلا يقطع عليه لذة التدخين سوى فرض الصلاة التي ما أن يفرغ منها حتى يعود لببته، وقد يشغل نفسه بلعبة ضامة أو الشطرنج أو بمسامرة الأصدقاء. وأما أفراد العائلة فيستمتعون بوقتهم في هدأة الليل بعيدا عن أجواء الصخب والضجيج، كما يزور الرجال أصدقائهم مساء أو بعد تناول طعام العشاء، ويضيء لهم الفانوس طريقهم، والفانوس من القماش المشمع فوق حلقات سلكية معدنية، ويكون من رأسه وحتى كعبه من النحاس القصديري. وأما القنديل الشائع الاستعمال فعبارة عن وعاء زجاجي صغير الحجم جعل في أسفله أنبوب صغير ثبتت داخله فتيلة من القطن ملفوف حول قطعة من القش، ويصب الماء أولا ثم الزيت، ويعلق القنديل أو الفانوس عند مدخل البيت، إذ تلف العتمة مداخل هذه المنازل ليلا أكثر مما هي عليه نهارا، ويكفي أن تضيء شمعة أو شمعتين لتنير دارا فسيحة عالية السقف. وقليلون هم المصريون الذين يبقون ساهرين متسامرين في الصيف أكثر من 3 أو 4 ساعات بعد مغيب الشمس، وهم يحسبون الوقت ابتداء من فترة المغيب في كل موسم من مواسم السنة، وتراهم يطيلون السهر شتاء إلى 5 أو 6 ساعات. هكذا يقضي الرجال متوسطي الحال الذين لا تقيدهم وظيفة أو عمل يوم يشرفون عليه أوقاتهم. ومن عادة التاجر التوجه بعد الفطور مباشرة إلى مأجره أو مسكنه والبقاء فيه حتى طويل المغيب، فيستمتع بببته قدر ما يشاء، ويشارك بعض زبائنه أحيانا متعته هذه، وقد يقدم لأحدهم ببته إن لم يكن هذا الأخير حاملا إياها، كما يحتسي معه فنجان قهوة يطلبه من أقرب مقهى إلى متجره، ويمضي رطحا من نهاره يتحادث وزبائنه أو التجار القريبة متاجرهم من متجره، وهو يؤدي فروض الصلاة في متجره عادة فلا ينتقل منه،
ويتناول بعد صلاة الظهر مباشرة أو قبيلها أو بعيدها وجبة خفيفة كطبق من الكباب وقطع من الخبز يحضره له الولد أو الخادم من منزله، أو قد يشتريه من السوق. وقد يأكل شيئا من الخبز والجبن أو المخلل يشتريه من الشارع. فإن حضر زبون يظل يلح عليه حتى يقاسمه الطعام، ويحتفظ التاجر في متجره بفخارة ماء يملأها له الساقي المار في الشارع كلما فرغت، ويعود مساء إلى منزله يتناول عشاءه ويخلد إلى فراشه لاحقا. والعادة جرت أن ينام الزوج وزوجته في سرير واحد، عدا أبناء الطبقات الميسورة الذين يفضلون الخلود إلى النوم في أسرة منفصلة. وسرير ابن الطبقة المتوسطة عبارة عن فرشة محشوة قطنا طولها 6 أقدام وعرضها 3 أو 4 أقدام، توضع فوق إطار منخفض، إضافة إلى وسادة للرأس وغطاء يمدد فوق الوسادة والفرشة. وغطاء الصيف الوحيد حرام رقيق، وأما غطاء الشتاء فلحاف سميك محشو قطنا. وتوضع الفرشة بغياب إطار السرير لتثبيته على الأرض، أو أن تجعل الفرشتان فوق بعضهما البعض مع أغراضهما غطاء ووسادة. قد تدع وسادة عند الديوان عند كل جانب من هذا السرير. وقد تتدلى الناموسية فوق السرير بواسطة 4 أسلاك مثبتة بمسامير في الجدار. والمصري لا يغير لباسه عند خلوده إلى النوم إلا نادرا، وهو ينام كغيره كثيرين بكامل ثيابه فلا يخلع إلا الجبة. وأما في الصيف فينام شبه عار، ويفرش السرير شتاء في الخزنة وهي خزانة صغيرة، ويجعل صيفا في غرفة فسيحة. وتطوى آلية السرير كلها خلال النهار وتركن في الزاوية من الزوايا أو في الخزنة. وإذا اشتد لهيب الصيف وثقلت وطأته يصعد المصري إلى الفسحة، وهي حجرة مكشوفة فوق سطح منزله، ولكنه قد يصاب بالتهاب العين، الرمد، وبأمراض أخرى بسبب تعرضه للهواء الطلق مساء. وأشهر أنواع أطر الأسرة تلك المصنوعة من أعواد النخيل التي تجذب البق صيفا والذباب شتاء. ولقد تحدثت عنها في فصل سابق عن هذه الحشرات والأوبئة التي يعاني منها سكان مصر ليلا ونهارا. وأكثرها إزعاجا ونفورا القمل الذي يستحيل تفاديه حتى بين الأشخاص الموسوسي النظافة الذين يغيرون أثوابهم الكتانية كل 2 أو 3 أيام. ويسهل التخلص من هذه الحشرات، فهي لا تعلق على الجسم بل على الثياب الكتانية. ويمكن الحفاظ على نظافة المنزل من الحشرات بوضع ناموسيات فوق الأبواب والنوافذ. وأما البق فيستحيل التخلص منه في البيوت المصرية ذات المنقور الخشب. يحيا الخدم من الذكور حياة بسيطة خالية من التعقيدات، باستثناء السايس الذي يسير إلى جانب معلمه أو خلفه كلما امتطى دابته، فلا يعرف كللا أو مللا وهو يسير في الطقس الحار لساعات طويلة. ولكل امرئ ميسور الحال في القاهرة بواب يجلس دائما أمام باب المنزل يحرسه، وخدم كثيرون ومعظمهم من المصريين، إضافة إلى العديد منهم من أهل النوبة الذين أتوا للقاهرة ومناطق أخرى يعملون فيها خدما، مع الإشارة إلى أن غالبية البوابين من النوبيين، وهم أكثر نزاهة من الخدم المصريين. وأميل إلى الاعتقاد من خلال تجربة الشخصية وآراء بعض الأصدقاء أنهم اكتسبوا هذه الصفة لمكرهم الشديد وحذاقتهم. وراتب الخدم ضئيل لا يتجاوز $1 أو $2 شهريا، بيد أنهم يتلقون في المقابل هدايا عديدة. فأيام العيد بعد رمضان يهدي سيد المنزل كل خادم من خدمه ثيابا كاملة أو بعضا منها، عبارة عن عري أزرق اللون وهو من لباسه الخارجي، إضافة إلى طربوش وعمامة. وأما باقي أنواع الملبس التي يحتاج إليها الخادم على مدار السنة فهي من مستلزماته الخاصة لا دخل لسيده بها، باستثناء الحذاء أحيانا. كما يتلقى الخادم أيضا إضافة إلى ما يعطيه له سيده العديد من الهدايا النقدية. ومن التجار الذين يتعامل معهم خاصة عند عقده صفقة مهمة، وهو ينام في الثياب التي كان يلبسها طوال النهار، فيفترش قصيرا صغيرا ويغطي نفسه في الشتاء بحرام أو عباءة. وقد تراه يمازح سيده ويضاحكه ضارة ويطيعه ويبجله طورا، فيتحمل العقاب الجسدي من يد سيده بكل صبر وأناة. يلقى العبد الأسود معاملة أفضل واعتبارا أكبر من الخادم الحر، ويمضي حياة تناسب عمله المتكاسل، وله الحق إن لم يرضى عن وضعه أن يطالب سيده ببيعه.
ويرتدي العبيد بمعظمهم اللباس العسكري التركي، وهم عامة أكثر أهل الشرق تعصبا وتزمتا، فتسمعهم يكللون النصارى قدحا وذما، وكذلك ينزلون لعنتهم وسبابهم بكل من لا يتبع الدين الذين اعتنقوا دون أن يكونوا أنفسهم مطلعين تماما على عقائد هذا الدين وتعاليمه، أكثر من اطلاع أولاد العرب الذين لم يترددوا على المدارس لأكثر من أسبوع، يقودون الحديث عن عادات الرجال المصريين المحدثين وعاداتهم إلى مقابلتها بعادات أوروبي القرون الوسطى. وكم تدهشنا نقاط التقارب التي تطغى على نقاط الاختلاف بينهما، ولكن التحفظ واجب بالنسبة إلى وضع النساء عامة.